لازم حد يحاسب عمرو أديب. لازم الفشلة اللي ضيعوا النادي آخر موسمين يتخذوا إجراء ضد عمرو أديب وكل حد زيه. مش معقول كل من هب ودب موجود في وظيفة ولا بيقدم برنامج يستغل مركزه للترويج لأكاذيب. مش أكاذيب إن الإدارة فاشلت ودفعت ملايين، ولكن أكاذيب إن ده راس براس، أو إن اللي في الزمالك شبه اللي في الأهلي. مش أنا لوحدي اللي بيقول ومن بوح حسي، حتى زمايله اللي كانوا بيلعبوا معاه ده فض بيهم الكيل. بنقول لكم بقى لنا سنين مش دهي النادي الأهلي. اللي بيعمله محمود الخطيب الله أعلم بقت قاصد ولا مش قاصد، قلب الأهلي زمالك. خلى الأهلي يبقى الزمالك اللي طول عمرنا بنتريق عليه، شخصيته وحاله ونتائجه ومركزه في الدوري ومركزه في إفريقيا. في 6 سنين من 2020 ل 2026 الأهلي 3 دوري والزمالك 3 دوري. حصلت امتى دي في التاريخ؟ أول مرة في تاريخ النادي الأهلي ينسحب من مباراة أمام الزمالك. أول مرة في تاريخ النادي الأهلي يخرج من دوري 32 من كأس مصر على إيد فريق من الدرجة الثانية وفضل في الدرجة الثانية. أول مرة في التاريخ النادي الأهلي يشارك في بطولة الكونفدرالية متأهلا إليها، المرة الوحيدة اللي قبل كده كان خارج من دوري الأبطال. إيه المساخر والإنجازات الخطيبية دي؟ ولسه فيه بهايم كل واحد منهم ورا التبن والبرسيم هاين. أهلي محمود الخطيب 2 سنين لا عارف يصد ولا عارف يرد قدام بيراميز ممدوح عيد، لا جوه الملعب ولا بره الملعب. اللي وداك الكونفدرالية مش الزمالك بطل الدوري. اللي وداك الكونفدرالية بيراميدز ممدوح عيد بطل الكاس. اللي أخدك رايح جاي وطلعك من التصفيات المؤهلة لدوري الأبطال زي بالضبط ما المصرية للاتصالات طلعك من تصفيات كاس مصر. لازم تفهموا إن الأندية بتستمد شخصيتها من جماهيرها ومن إدارتها، لأن الجماهير هي اللي المفروض بتفلتر شخصية الإدارة. شخصية إدارة محمود الخطيب مش بس لا تصلح للنادي الأهلي، دي دمرت النادي الأهلي. ولكن اللي ألعن من كده هي إن في جماهير أنا شخصيا بتهاجم بقت لي 5 سنين عشان بتكلم زي أهلاوي قديم. انتم متخيلين ده معناه إيه؟ معناه إن حتى جماهير النادي الأهلي ماتت. اللي موجودين دلوقتي جماهير الأسطورة إلا من رحم الله. كل ثانية بتمر ومحمود الخطيب في النادي الأهلي بتنهي النادي الأهلي إلى يوم الدين. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. وقبل محمد رمضان كون في وقت النادي الاهلي بيمر بازمه ما مرش فيها قبل كده، اللي هي ازمه اوضه اللبس. لا مش ماديه ولا كوره ازمه اوضه اللبس دي ما حصلتش في النادي الاهلي من سنين. انا قعدت 13 سنه في النادي الاهلي، في اوضه اللبس دي مقدسه زي الجامع. فبشكر وليد ان عدى بالمركب على قد ما يقدر في الحته دي وما عملش ازمات كتير. وائل ببارك له، عندي امل كبير المره دي لان وائل اتظلم المره اللي فاتت، وزي ما وليد سليمان اتظلم. يعني ايه اتظلم؟ اتظلم ان هو لما بطل كوره على طول قالوا له تعالى مدير كوره. زي وليد سليمان بالظبط. لا بص، وهم يعني ما فيش خبرات. وائل دخل مدير الكوره بعبايه انا وائل جمعه، انا واخد 3 كاس انا نجم النادي الاهلي. فاتصدم باول حاجه مع اللعيبه الكبار القديمه فما عرفش يحتوي، فخسر اوضه اللبس فمشي. بعد كده بقى له 4 5 سنين بياخد خبرات وشايفه فيها ناجح مع كيروش فتره المنتخب، ودي قويه جدا. اعتقد دلوقتي ان هو في رجوعه ان هيبقى الخبرات دي هتنفعه، زادت قوي قوي زادت، وهو هيلعب بقيه لعيب الكوره خلاص. هو كان نجم بس هم دلوقتي اللعيبه اللي موجوده وليد صلاح الدين اتظلم ولا خد فرصته كامله؟
وليد اتظلم، بس برضه وليد وليد عكس وائل اول ما دخل بصدره، شد جامد. اللعيب الكبير لا عايز تخش بصدرك ولا عايز طبطبه، ووليد غصب عنه كان بيطبطب لان المجلس بيطبطب، فمدير الكره فلا اللعيبه الكبيره يعني دي عايزه يعني طبطبه. ايه المجلس بيطبطب؟ وايه اللي يخلي المجلس يطبطب اصلا؟ ان واحد ما يسافرش ماتش في افريقيا ودي اسمها طبطبه ولا اسمها ايه؟ اسمها طبطبه طبعا، اديله عقوبه ولعبه بعد كده. ما تقوليليش اصل دي الكوره ودي مش ده قرار الاحتراف. ما هو قرار اداري بيجي من الاداره، مش مدير الكوره ما يقدرش. لا قصدي انه المجلس ده خد القرار ده اللي شايف فيه انه ده الاصلح عشان الاحتراف وللنادي وامام يرجع. لا مش اصلح للنادي، مش اصلح للنادي. مفيش حد اعلى من النادي. انا سافرت الامارات اتاخرت يومين 3 وانا مستأذن، مشيت. حضرتك؟ معلش ايه تاني حصل؟ كنت مسافر العب دوره رمضانيه واستأذنت 4 ايام من محمد رمضان، كان مدير كوره، وكان ألان هاريس وكنت احسن لعيب في النادي الاهلي ساعتها. وافق لي 4 ايام كان الدوري موقوف وكان رجعت، فاتاخرت يومين 3 بعديها اتاخرت على الرجوع. خدت لك اسبوع يعني مثلا بس بعد اليومين لقيت في الاهرام الدولي استبعاد عبد الجليل، كان في بطوله عربيه تتلعب بعدها ب 15 وحضرتك يوم. عرفت ده من هناك من الجرايد؟ هناك لان اتاخرت يومين فعلى طول نزلوا الاستبعاد. طيب ممكن اسال حضرتك سؤال؟ فهم هنا ما استبعدوش. طب لو كان محمد رمضان موجود كان مكان وليد صلاح الدين، كان القرار هيكون ايه؟ ما هو كان موجود مع كهربا ورحله، كان هيقول له شكرا. وكان محمد رمضان انا عارف شخصيته. بس محمد رمضان بس كابتن محمد، قصه كهربا كانت قصه خناقه ونرفزه وشده، وحضرتك لعيب وعارف انها بتحصل. لكن لما لعيب يقفل تليفوناته ما يروحش وما يسافرش، واحنا لحد دلوقتي بنتكلم عليها، ايه الفرق بين دي وبين دي؟ ده عمل كارثي يعني. أيوة. كارثي. اقول لك الفرق بين دي ودي ايه؟ الشتيمه عمل اقول لك الفرق بين دي ودي بمنتهى البساطه، ان امام عاشور دي اول مره تحصل في تاريخ النادي الاهلي. لسه بقول لحضرتك موضوع كارثه. يعني ده ما بيحصلش في بيت المبادئ والقيم زي النادي الاهلي. لكن كهربا حصلت قبل كده، وحضرتك عارف يعني حتى في جيلك حصلت اعتقد. يعني انا مش بدافع لا في الملعب زعيق وكده بس لا التطاول لا، ما ياما شدينا وياما لا، انما تطاول على مدير كوره عينيكم ما تترفعش على انت تقدر تبص لطارق سليم كده الله يرحمه ولا صلاح حسني؟ ما ينفعش. يعني عارفه طارق سليم وصلاح حسني لو موجودين في الموقف ده، بس اقول لك على حاجه، مش كانوا وقفوا امام، كانوا ربطوه في الشجره. يمكن في قصه والله كانوا ربطوه. مش بهزر، الناس دي ما كانتش بتهزر. ما تلعبيش في مبادئ النادي الاهلي. اللي عانى منه الزمالك زمان المشاكل، اوضه اللبس والمشاكل، ده اللي بيحصل. يعني انا بقول لك الاهلي بقى زي متعوبه بالظبط كده، او متعوبه راحت الاهلي يعني اللي كان بيحصل في الزمالك بالظبط هو اللي بيحصل اللي كان بيحصل في اوضه اللبس. في اوضه اللبس والمشاكل والتسريبات واتفاقات المدربين الغلط، تغييرات المدربين. عايز تقول ايه؟ لا بقول لك نفس اللي كان بيحصل. يعني بقول لك انا اعتقد ان الاهلي بقى يعني تحس ان 100 عقبه راحت الاهلي اللي هي في الجزيره، والجزيره راحت 100 عقبه. انت فاهمه؟